هزيمة فريقه في المباراة الآن بضربة جزاء موجودة عند ياسر القحطاني. ياسر الذي لم يتنازل عن الإبداع إلا في موسم واحد في الموسم الماضي، لكن الكبار لا تتأخر عن الإبداع، مباشرة يعود للإبداع في هذا الموسم عند ضربة الجزاء، يتقدم جول القحطاني. الكبار لا تتأخر عن الميعاد، لكن حكم المباراة أعاد ضربة الجزاء. القحطاني رجع ضربة الجزاء للقحطاني رغم أن التنفيذ صحيح. لاحظ، يعني ما أدري هل يحتاج إلى أن الكرة تدخل الشباك أو أنه فقط حين تنفيذ الكرة ما يكون أحد داخل منطقة الجزاء. على كل، القحطاني للمرة الثانية يتقدم ويصوب وهدف، جول لياسر القحطاني. المرة الثانية حتى ينجح فيها القحطاني، ينجح في تصويب ضربة الجزاء الثانية وينجح في التسجيل للمرة الثانية بالمباراة. ياسر القحطاني، ولأن الكبار يا ياسر لا تتأخر عن الميعاد، القحطاني لم يتوانى ولم يتأخر، يعني جمهور الهلال حمل عتبا كبيرا على ياسر القحطاني.